الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يقال لنا في نهاية هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الساعة قد اقتربت، ونحن الآن في الزمن الأخير، في المرحلة الأخيرة، فآخر الأنبياء نبينا، وهو الذي قال الله عز وجل له: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أشار إلى أصبعيه، السبابة اللي بعد الإبهام والوسطى اللي في المنتصف. شوف الفرق بين السبابة والوسطى، فرق بسيط. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، هذا الفارق بيني وبين الساعة. وقال لأصحابه يوما: بعثت في نسم الساعة، بداية قيام الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومضى على بعثته أكثر من 1400 وربما 30 أو 40 سنة بعد 1400. كل هذا مضى على بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القضية جد قريبة، والأمر ربما نراه، وربما ندرك بعض علامات الساعة الكبرى. أما الصغرى فقد ظهرت أغلبها، وبعض الصغرى لن يخرج إلا مع الكبرى، وبعض الصغرى ربما بعد الكبرى. بعض الناس يظن أن علامات الساعة الصغرى لازم تنتهي ثم تبدأ الكبرى، وهذا خطأ. العلامات الصغرى بعضها كهدم الكعبة وكهجر المسجد النبوي، ما يبقى في أحد، حتى لا يمر في المسجد النبوي كما جاء في الحديث إلا الكلاب والسباع. هذا المسجد النبوي الذي فيه الآن مئات الآلاف من البشر، حتى أن المار يمر فيقول: قد كان في هذه حاضر من المسلمين، كان في مسلمين هنا يصلون. تهجر وترفع المصاحف وتهدم الكعبة حجرا حجرا. بداية العلامات الكبرى حروب. ما قصة هذه الحروب؟ نحن مع الروم نقاتل عدوا، نقف صفا واحدا، نحن والروم نقاتل عدوا من ورائنا. من هذا العدو؟ لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. عدو، فننتصر عليهم، ننتصر على العدو. من الذي ينتصر؟ نحن مع الروم صفا واحدا ننتصر على العدو. بعد الانتصار يغدر الروم كطبيعتهم كعادتهم، يغدرون ويرفعون الصلبان ويكسرها المسلمون، ويبدأ القتال بين المسلمين وبين الروم. الروم بقيادة من؟ الله أعلم. هم الآن يتجمعون، وهم الآن ينظمون صفوفهم، وهم الآن يتوقعون هذه الملحمة الكبرى، ولهذا يتجهزون. إلا المسلمون غائبون عن مسرح الأحداث، ليس لهم دور. كل العالم يتسلح، يتجهز، يتنظم، إلا المسلمون عندهم حتى كلمة الجهاد صارت تخوف. خوفوهم حتى من الكلمة، من اسمها، من تلاوة آياتها، صار الأمر يخوف. أثناء القتال من ينتصر؟ المجاهدون المسلمون ينتصرون. والأحاديث الصحيحة التي أذكرها لك الآن كلها من أحاديث صحيحة. فيدخلون إلى القسطنطينية، اسطنبول، تركيا. يدخلون إلى أين؟ يتجهون إلى أوروبا، فيسرعون إلى أين؟ إلى إيطاليا، فيفتحون إيطاليا بإذن الله جل وعلا. تفتح روما بحديث صحيح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وين أيامها الاتحاد الأوروبي؟ الله أعلم. وين جيوشهم؟ الله أعلم، ما ندري شو يصير، لكن يفتحونها المسلمون، وهم يتقدمون إذ صاح فيهم الشيطان: أين تذهبون وقد خرج الدجال فيكم؟ بدأت العلامات الكبرى، وهي بادية من قبل، لأن المهدي موجود. المهدي أول العلامات الكبرى. وبعضهم يقول لا، المهدي مو من الكبرى، بين الكبرى والصغرى، لكن المهدي موجود الآن. فيقول الشيطان: وين رايحين؟ الدجال خرج. ومن وراءنا؟ وراء المؤمنين نساؤهم وأطفالهم، يخافون عليهم.
فكل يسرع يريد أن يعرف ما الخبر، خبر صحيح ولا مو صحيح. في البداية كان الخبر كاذبا، لكن يأتي الله عز وجل به في ذلك الزمان. يخرج رجل من بني آدم اسمه الدجال، أو وصفه الدجال. هو إنسان لكن عظيم الخلقة، شكله قصير ليس بطويل. احفظ الوصف حتى إذا رأيته يوما من الأيام عرفته، لأن هناك بعض الأحاديث التي تقول أنه موجود الآن، لكن ما يظهر ظهورا إلا آخر الساعة، آخر الزمان، قرب الساعة. فإذا به يخرج شكله عظيم الخلقة قصير من بني آدم، رجل شاب أفحج، يعني بعيد ما بين رجلين، يمشي ورجلاه بعيدتان. تخيل الشكل الآن. أجل الجبهة، جبهته كبيرة، عريض النحرين، عريض المنكبين، رجل جعد الرأس، سريع، يسير في الأرض كالغيث استقبلته الريح، مثل السحاب يسير في الأرض كلها، لا يدع أرضا ولا مكانا في الأرض إلا وطئها. رآه النبي في المنام صلى الله عليه وآله وسلم، قال: جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، اليمنى عوراء ممسوحة كأنها عنبة طافئة، واليسرى فيها عيب ناتئة عليها ظفرة قطعة لحم، يعني اليمنى معيبة واليسرى معيبة، أما اليمنى فممسوحة مسحا، أما اليسرى فعليها مثل قطعة لحم، قطعة لحم فيها يعني مثل اللحم البارز على عينيه، مشوه العينين، لكنه أعور. قال: كأن عينه عنبة طافئة. ثم قال: مكتوب بين عينيه، علشان ما تضيع، مكتوب بين عينيه كافر، في رواية كاف فاء راء، يقرأها كل مؤمن قارئ أو ليس بقارئ، حتى الأم يقرأ من حفظ الله لأهل الإيمان. أهل النفاق ما يقرؤون، أهل الكفر ما يقرؤون، لكن أهل الإيمان يقرؤون هذه الكلمة وإن لم يروها. يخرج 10 فوارس، الحين بيتأكدون من الخبر. يخرج 10 من المقاتلين، يخرجون إلى الجزيرة، يرجعون من أوروبا إلى الجزيرة، يريدون التأكد هل خرج الدجال ولا ما خرج. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: قال: إني أعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. هؤلاء 10 إرهابيين هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ، أكيد يقاتلون بعد إرهابيين خلاص. هؤلاء خير فوارس على وجه الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يسرعون على خيولهم، يريدون التأكد هل خرج الدجال ولا ما خرج، لكن لما يرجعون يخرج الله عز وجل الدجال. من هذا الدجال؟ وهل كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير موجود؟ سمي الدجال لأنه من الدجل، الدجل الخلط، يخلط الحق بالباطل، جنة نار، نار جنة، الحق باطل والباطل حق، يخلط على الناس، الناس ما تعرف، حتى أن الرجل المؤمن يأتيه وهو واثق من إيمانه، فإذا أتى إليه اشتبه عليه الأمر، نسأل الله العافية. ما أخرج الله فتنة على وجه الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال، ما في. وما من نبي إلا حذر قومه فتنة الدجال، ونحن نسير على إثرهم. كل نبي. اليوم إذا سمعت المحاضرة اذهب إلى بيتك أخبرهم الخبر وقص عليهم القصص. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وكان يقص على الصحابة قصص الدجال، وأنه يولد من أبوين كذا وكذا، وأن حمله كذا وشكله كذا، فقالوا له: يا رسول الله، هناك صبي مولود من اليهود فيه نفس الصفات، نفس صفات الدجال. فقال النبي لهم: اذهبوا سلوا أمه كم حملت به. فسألوها قالت 12 شهرا، زيادة عن العادي.
كأنه نفس صفات الدجال. قال سلوها هل صاح عندما ولد وكيف كان صياحه؟ هذا الطفل يصيح صياح الطفل. قالت صاح صيحة طفل ذو شهر، عمره شهر، يعني مو مثل طفل توه مولود. كأن الخبر تأكد. قالوا سلوا عنه عن صفاته. راحوا الصحابة يتأكدون فإذا به مولود أعور ممسوح العين ومختون بغير أن يختن. كأن الأمر تأكد، حتى أن عمر بن الخطاب كان يقسم بالله العظيم أنه الدجال. من؟ عمر هذا. وابنه عبد الله كان يقسم أيضا، وأبو ذر أيضا كان يقسم راوي الأحاديث. وجابر بن عبد الله يقول لن أقسم بالله، أو أبو ذر يقول لن أقسم بالله 10 مرات أنه الدجال أحب إلي من أن أقسم مرة أنه ليس الدجال. يعني متأكدين. وكانوا يقسمون أمام النبي والنبي ساكت ربما تأييدا وربما ما نزل الوحي إلى الآن متردد عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام ذهب إليه يبي يتأكد من الخبر. هذا الولد اسمه صافي أو اسمه عبد الله، صاف أو عبد الله، يسمى بهذا يسمى بهذا، وله لقب اسمه ابن صياد. اسمع ما خبر هذا الصبي. يوم من الأيام ذهب النبي إليه بيتأكد. ليش مهتم الرسول؟ لأنه الدجال. إذا كان الدجال فأخطر فتنة مرت على البشرية كلها. اليوم محاضرتنا عن أخطر فتنة في الأرض كلها. اليوم كلامنا عن أعظم فتنة أرسلها الله عز وجل البشرية. إن كان الأمر حقا فيستحق الأمر أن نجلس عليه الليل والنهار. فذهب النبي يتأكد من الخبر. دخل عند اليهود فإذا به يسمع ابن صياد يكلم نفسه. فاقترب النبي بيعرف ايش قاعد يقول. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بأمه تنادي من بعيد وهي تقول يا صاف هذا محمد. فثار الصبي انتبه وسكت. فقال النبي ويل لها لو تركته لبين، لو تركته يعني أسمع ايش يقول لعرفت أنه الدجال ولا مو الدجال. يوم ثاني راح لها النبي صلى الله عليه وسلم، شافه يلعب مع الأولاد وعنده تكهنات وأفعال شيطانية، والناس تتناقل الخبر. الصبي عنده حركات شيطانية ويتكلم أحيانا يضرب ويرجم بالغيب. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يبي يختبره. قال له تعال، فمسكه بيده. قال له يا صبي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ لا. قال له أتشهد أني رسول الله؟ فنظر الصبي إلى النبي ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ الصبي يقول حق الرسول. فرفضه النبي عنف عليه. قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر الصبي وقال أتشهد أني رسول الله؟ كلام غريب ما يقول صبي، ما يقول الطفل في هذا العمر، لكن إلا إذا كان معه الشياطين، إلا إذا كان ربما هو الدجال والعلم عند الله. ما ندري الدجال طلع ولا ما طلع. قال له أتشهد أني رسول الله 3 مرات ويرد نفس الجواب. ثم قال النبي آمنت بالله ورسوله. ثم قال له ما ترى؟ شو تشوف؟ قال أرى يأتيني صادق وكاذب. ثم قال النبي له خلط عليك الأمر، يعني الشياطين تدجل عليك وتضحك عليك وتخدعك. وقد كان النبي قد أنزلت عليه سورة لم يخبر بها أحدا من الناس. يبي يختبر فيها، يعرف شنو السورة ولا ما يعرف. أي سورة نزلت على النبي؟ نزلت عليه سورة الدخان. فأراد النبي أن يختبر هذا الصبي يعرف شو اللي نزل عليه ولا لا. فقال له يا غلام خبأت لك خبيئا، عندي سر، تعرف ولا ما تعرفه؟ فنظر الصبي إلى النبي وقال له الدخ. نص الكلمة جابها. فقال له النبي، الشيطان طبعا قال له إياها لكن ما كملها الشيطان، استرق السمع لكن ما جابوا الكلمة كاملة، نص الكلمة. قال الدخ. قال النبي له اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني هذا حدك، لن تكمل ما
أضمرته لك، لكن لا زال أمره مشككا، هو الدجال ولا ما هو الدجال؟ بعض الصحابة كانوا يجزمون أنه الدجال، وبعضهم كان لا ينكر أنه هو الدجال. هذا الصبي كبر، أسلم، دخل في الإسلام، تقول لي إذا ليس هو الدجال. أقول لك مو شرط، قد يظهر الإنسان الإسلام ويبطل الكفر، مو شرط. الدجال يبدأ صالحا ربما ثم يضل ثم يكفر بالله ثم يدعي الألوهية، لكن خروجه آخر الزمان على ما وصفه النبي، لا يدخل المدينة ويكون كافرا ومكتوب بين عينيه كافر. طيب هو ولا ليس هو الدجال؟ كبر هذا الرجل وجاءه أولاد، وعنده أولاد صالحين يروون أحاديث النبي، لكن لا زال الأمر مشكوكا فيه إلى اليوم. نعم قد يكون إلى اليوم. أبو سعيد الخدري يقول خرجت معه في إحدى الأسفار بعد ما أسلم، خرجنا من المدينة إلى مكة، يقول كان في رفقتنا، كان معنا، يقول فنزلنا منزلا فتفرق الناس، كل واحد راح مكان في السفر، يقول فبقيت أنا وهو أبو سعيد الخدري مع ابن صياد. يقول فاستوحشت. أبو سعيد يقول يعني خفت، شيطان الرجل يوم من الأيام من شدة الشياطين التي معه. ابن عمر جاءه، ابن عمر كان يجزم أنه الدجال، قال له متى طفأت عينك، متى مسحت عينك؟ قال له ما أدري. قال كذبت، هي في رأسك ولا تدري. فغضب. يقول ابن عمر فلم أدري عن نفسي، غاب عن الوعي ابن عمر، يمكن من الأفعال الشيطانية التي يفعلها ابن صياد. يقول فانتفخ وانتفخ وانتفخ الرجل حتى ملأ السكح، لا إله إلا الله. يقول ابن عمر فأفقت من وعي، فقال لي الناس لما صنعت هذا؟ حفصة تقول له ليش سويت كذي؟ قال وما صنعت؟ قالت قد أغضبته. قال وماذا فيها يعني أغضبته؟ قالت إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها. ليش تغضبه؟ إذا كانت هو الدجال راح يخرج من الغضبة، آخر الزمان بسبب الغضب يخرج، يعني خله إذا كان الدجال. عمر بن الخطاب يوم من الأيام قال للنبي أقتله، دعني أضرب عنقه. قال لا. قال ولما؟ قال إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، مو أنت اللي راح تذبحه، يقتله من؟ عيسى بن مريم. وإن لم يكن هو فهذا عهد بيننا وبينهم، في عهد بيننا وبين اليهود، لا يجوز لنا أن نقتلهم. أبو سعيد يقول خرجت معه. شوف القصة الآن، أبو سعيد متشكك من ابن صياد، هو الدجال أو ليس هو الدجال؟ يقول فاستوحشت، بقيت أنا وهو. يقول وجاء بمتاعه، شال غراضه ووضعها عند متاعي، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا جايب عندي. يقول حاط متاع عند متاعي. يقول فقلت إن الحر شديد، يقول فأخذت متاعي ورحت تحت شجرة. أبو سعيد بيتخلص منه الآن، ايش جايبه عندي هذا؟ يقول فنظرت إليه فإذا بغنم تأتي من بعيد، فذهب إلى الغنم ابن صياد فحلب الغنم وجاء يقول بعس، يعني بإناء فيه لبن، فقال لي اشرب يا أبا سعيد، اشرب. ايش يقول الحين أبو سعيد؟ قال له إن الحر شديد واللبن حار. يقول أنا اشتهي اللبن لكن ما أريد منه، لا أريد أن أشرب من هذا الرجل. لا زال أبو سعيد متشكك من أمره، قد يكون الدجال. الدجال وتشرب منه لبن؟ الدجال بروحك وياه، والدجال أنت جالس معه، والدجال ومعه شياطين، وأبو سعيد لوحده. يقول فإذا به يقول يا أبا سعيد اسمع. قال نعم. قال هممت أن آخذ حبلا فأربطه على شجرة وأخنق به نفسي، أبي أنتحر. قال لما؟ قال مما يقول لي الناس. شوف الناس يقولون فيني، أنا أسلمت الحين ولا زال الناس يقولون عني الدجال، كدت أن أنتحر. الآن أبو سعيد رأف لحاله فجلس عنده يبي هديه شوي، ثم قال له يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله منكم؟ يعني ما حد فيكم يخفى عليه الحديث؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم
الدجال كافر وأنا مسلم؟ قال أبو سعيد: نعم صدقت. ثم قال له: أليس قد قال النبي أنه عقيم لا ولد له وقد تركت أولادي في المدينة؟ قال: صدقت. قال: أليس قد قال الرسول أنه لا يدخل المدينة ولا مكة وقد خرجت من المدينة وأنا ذاهب إلى مكة؟ قال: صدقت. ارتاح أبو سعيد أنه ليس الدجال. ثم قال له أبو سعيد: قال: خلاص عذرته، عشان يرد مرة ثانية يقلب. فقال له: أما والله إني أعرفه، أعرف الدجال. رد مرة ثانية أبو سعيد خاف، قال: أما والله إني أعرفه وأعرف مولده وأعرف أين هو الآن. ثم قال له سعيد: تبا لك سائر اليوم، توني عذرتك الآن والآن تقول تعرفه. ثم قيل له في بعض الروايات قال: أعرف أباه وأمه. فقالوا له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ ودك تكون أنت الدجال؟ فقال لهم: لو عرض علي ما كرهت أبدا. الرجل أمر يخوف ولا زال أمره مشكوكا. ابن تيمية يقول ليس هو الدجال الأكبر، يقول الدجال الأكبر غيره، لكن هو دجال من الدجاجلة، هو كذاب من الكذابين، هو كاهن من الكهنة، لكنه ليس الدجال الأكبر. والدليل اسمع الخبر. يوم من الأيام الرسول جالس صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من النصارى مسيحي اسمه تميم ابن أوس الداري، فقال: أين محمد؟ أين محمد؟ فدل على النبي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، قبل ما يسلم الحين، قد رأيت أمرا أبي أخبرك شو اللي صار فينا. قال له قصة. بعد ما انتهى من القصة أسلم الرجل. تقول فاطمة بنت قبيس: فنادى النبي في الناس: أيها الناس، نادى المنادي: أيها الناس، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. هذا النداء للإعلام، ما عندهم تلفزيونات أخبارهم في المساجد، خبر اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس. تقول فاطمة: كنت في من حضر وجلست، فقال النبي: إن تميما الداري كان نصرانيا فأسلم وبايعني وأخبرني بخبر كنت قد حدثتكموه، كلام قلت لكم إياه من قبل. شنو الخبر؟ يقول: كان في 30 رجلا من قومه، 30 واحد نصارى، ركبوا البحر في سفينة. يقول: فماجت بهم الأمواج، البحر لعب الموج بهم شهرا كاملا، ما يدرون وين رايحين، موج شهر كامل ضايعين في البحر. يقول: حتى رفأت على جزيرة، نزلوا عند جزيرة. شوف القصة الحقيقية. فنزل 30 رجل منهم تميم ابن أوس الداري، نزلوا عند جزيرة. فلما نزلوا وجدوا دابة، حيوان أهلب، حيوان كل شعر غريب، حيوان لا يعرف قبله من دبره، ما تعرف راسه من مؤخرته. فإذا بهذا الحيوان يتكلم. يقول: فرقنا أنه شيطان، قلنا هذا شيطان، حتى سمت لهم اسم واحد منهم، نادتهم باسم. يقول: فخفنا، فقالت لنا: قد علمتم خبري، خلاص كشفت أمري. أرأيتم الدير؟ مكان في دير عبادة، صومعة، معبد لليهود قديم. قال: أرأيتم ذلك الدير؟ قلنا: نعم. قالت: اذهبوا إليه فإن فيه رجل هو إلى خبركم بالأشواق، منتظر أي واحد يسألهم. يقول: فذهبنا فوجدنا رجلا أعظم ما رأينا خلقة، رجل عظيم. يقول: مربوط مقيد بالأغلال والحديد، من رأسه إلى رجله كل حديد مربوط. يقول: فلما دخلنا عليه فرقنا من خفنا منه. قال: قد أدركتم خبري، من أين أنتم؟ قالوا: من العرب. فسألهم أسئلة، قال لهم: أخبروني عن نخل بيسان. بيسان منطقة، هذه المنطقة بين حوران وفلسطين، منطقة كان فيها نخل،
قال أخبروني عن نخل بيسان. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ ايش حاجة تسأل؟ قال هل يثمر نخلها؟ نخلها في ثمر؟ قالوا نعم في ثمر. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر، راح يجي يوم ما في ثمر. قبل مئات السنين يقول أهل العلم انقطع الثمر، مو اليوم، قبل مئات السنين يقول بعض المؤرخين. سألهم السؤال الثاني: أسألكم عن بحيرة طبرية. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ ايش تسأل؟ قال هل فيها ماء؟ لحين فيها ماء؟ قالوا نعم. قال أما يوشك أن يجف ماؤها؟ ما هي راح يخلص. أسألكم عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال فيها ماء؟ قالوا نعم. قال يوشك أن يجف ماؤها. قال أسألكم عن نبي الأميين. العلامات هذه ما طلعت سابقا، لكن هذه العلامة طلعت. قال أسألكم عن نبي الأميين، يعني العرب يسمونهم الأميين، كلام اليهود، ليس علينا في الأميين سبيل، يقصدون من العرب. قال أسألكم عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا نعم خرج من مكة ونزل يثرب، يقصدون المدينة. قال أقاتله العرب؟ قالوا نعم. قال كيف صنع بهم؟ قالوا ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، انتصر عليهم. فقال لهم أما هذا الدجال شو يقول حق الناس؟ أما إنه خير للناس أن يتبعوه. يتبعوا من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. قالها وهو العدو، قالها وهو الخبيث، قالها وهو الكافر، يقول خير للناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا له من أنت؟ قال أنا المسيح. سمي بالمسيح لأن عينه ممسوحة. أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي، بعد قريب ساعة راح أخرج، يوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، يدور الأرض كلها. قال غير مكة وطيبة فإنهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدا استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب ملائكة يحرسونها. فإذا بالنبي معه عصا، الحين هو قاعد يقص القصة الرسول والصحابة في المسجد وبيده عصا، فضرب بالعصا على المنبر وقال للصحابة هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألم أخبركم بهذا الخبر؟ مو قلت لكم هذا الكلام؟ ثم قال للصحابة يبي الحين يحدد البحر، وين هذا البحر؟ قال لهم إنه في بحر الشام. ثم قال لا، ليس في بحر الشام. أين؟ قال إنه في بحر اليمن. ثم قال لا، مو في بحر اليمن. شفت الجزيرة؟ بقي الآن هو في المدينة الآن. قال بحر الشام، يعني البحر المتوسط صوب الشام أو البحار اللي عندهم. بعدين قال لا، بعدين قال بحر اليمن يعني في الجنوب. ثم قال لا، ثم قال لا، بل من قبل المشرق، من قبل المشرق، من قبل المشرق. وما مشرق المدينة؟ وأي بحر في مشرق المدينة؟ وسوف يخرج في ذلك المكان. ويقولون سوف نذكر الآن بالضبط أين سيخرج وفي أي مكان وأين سينتقل ومتى موعد خروجه. هذا الحديث حديث تميم يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد ليس هو، لكن الأمر لا زال مشكوك فيه. ربما يكون هذا شيطانه وهذا جسده، وربما يكون هذا مع هذا يتنقلان، والله أعلم، والعلم فيه عند الله جل وعلا وحده. ابن تيمية يقول لا، ابن صياد ليس هو الدجال، دجال من الدجاجلة، لكن بعض أهل العلم كالنووي وغيره يقولون لا، هو الدجال الأكبر لكنه يتنقل. متى يخرج؟ سئل الإمام علي ابن أبي طالب في يوم من الأيام وهو يخطب الجمعة على المنبر، سأله أحد الناس يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال؟ يعني متى يظهر؟ متى يخرج الدجال؟ فقال الإمام علي سوف أخبرك بعلامات وأسباب
وهنات يتلو بعضهن بعضا حذو النعل بالنعل. إذا حصلت هذه الأشياء طلع الدجال. الإمام علي يقول لمن؟ للرجل، للناس. هذه العلامات إذا حصلت الدجال طلع. اسمع إلى العلامات التي استقاها الإمام علي من الأحاديث الصحيحة. شوف كلام الإمام علي وأرجوك رجاء قارن هذه العلامات بأيامنا وحدد كم وحدة طلعت وكم وحدة ما طلعت علشان تعد، وحتى تعرف احنا في أيام الدجال ولا مو في أيام الدجال. كلام الإمام علي لابد أنه أخذه من النبي، لابد له حكم المرفوع. قال الإمام علي: فاعقد بيدك واحفظ ما أقول لك. هذا كلام الإمام علي. إذا أمات الناس الصلوات، صلاة ضيعوها، وأضاعوا الأمانات، من الأمين فيهم، وكان الحكم ضعفا، حكم ضعيف، والظلم فخرا، يفتخر الواحد بالظلم، وأمراؤهم فجرة، ووزراؤهم خونة، وأعوانهم ظلمة، وقراؤهم فسقة، وظهر الجور، الظلم صار في كل مكان، وفشى الزنا، وظهر الربا، وقطعت الأرحام، واتخذت القينات، اطلعت مغنيات، وشربت الخمور، ونقضت العهود، وضيعت العتمات، صلاة الليل ضاعت، وتوانى الناس في صلاة الجماعات، وزخرفوا المساجد، وطولوا المنابر، وحلوا المصاحف، وأخذوا الرشاوى انتشرت، وأكلوا الربا، واستعملوا السفهاء، وظفوا السفهاء، واستخفوا بالدماء، أرخص شيء صارت الدماء، وباعوا الدين بالدنيا. سبحان الله، كأن الإمام علي عايش بيننا. وباعوا الدين بالدنيا، واتجرت المرأة مع زوجها، المرأة تدش التجارة مع زوجها، واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا، وركب النساء على المياثر، دواب فاخرة. طبعا الإمام علي ما يعرف شيء اسمه سيارات، لكن يقول في دواب غير دوابنا، مياثر النساء تركبها. وتشبهن بالرجال، الجنس الرابع، وتشبه الرجال بالنساء، الجنس الثالث، وكان السلام بينهم على المعرفة، اللي عرف يسلم عليه، اللي ما يعرف ما يسلم عليه. وشهد شاهد من غير أن يستشهد، يشهد على الزور، وحلف من قبل أن يستحلف، يحلف كاذب ما حد طلب منه. ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب، وكانت قلوبهم أمر من الصبر، يعني قلوبهم شوف النتن، وألسنتهم أحلى من العسل، تسمع كلامك تستانس لكن قلبه خبيث. قال: وسرائرهم أنتن من الجيف، والتمس الفقه لغير الدين، يتعلمون العلم الشرعي ليس لله. والتمس الفقه لغير الدين، وأنكر المعروف، وعرف المنكر. ثم قال: إذا حصل هذا فالنجاة النجاة، والوحى الوحى، والثبات الثبات. أسألكم بالأمل الذي بقي. الإمام علي يصف وقت خروج الدجال وزمن ظهوره وزمن خروجه بين الناس. علامات، إذا شفت واحدة خف، إذا شفت ثنتين يزدد الخوف. طيب إذا كانت أكثرها ظهرت ماذا نقول وماذا نصنع؟ أين سيخرج؟ يخرج خلح، منطقة يظهر فيها بين العراق والشام، وأول ما يخرج من منطقة اسمها خراسان.
خراسان، وفي مدينة اسمها أصبهان بالتحديد، في قرية اسمها يهودية. سألت بعض المهتمين هذا الزمن: تعرفون هذه القرية؟ في إيران، في أصبهان. قالوا: نعم نعرفها. قلت: أفيها يهود؟ لأن الحديث يقول يخرج معه يهود أصبهان 70,000. قلت: فيها يهود؟ قالوا: هناك منطقة كلها يهود، كلها يهود أصلا. واليهود جاهزون الآن للخروج مع من؟ مع مخلصهم. هم ينتظرونه وكتبهم موجودة، والآن يريدون هدم المسجد الأقصى. يقول سيخرج المخلص. من المخلص؟ يقصدون الدجال، يقصدون المسيح الدجال. يظنون أنه سيخلصهم لكنه سيرديهم. يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، عليهم التيجان والطيالسة، عليهم ملابس وعليهم تيجان. 70,000 يخرجون، وأغلب أتباعه يهود، أعاجم غير عرب، ونساء. النساء أكثر أتباع الدجال. لما؟ لضعف عقولهن، ولتأثرهن، ولخوفهن، ولعاطفتهن، ولقلة علمهن. علم أهلك، علم نسائك من الآن، علم أهل بيتك، لأنه إذا خرج الدجال في بعض الروايات وفيها ضعف سيكون إعلانه في الكوفة، وما كان النبي يعرف عن الكوفة شيئا، لكنه قال للصحابة في منطقة، في رواية فيها ضعف لكن قد تصح، قال في منطقة اسمها الكوفة، ويا لقربها بالنسبة لنا، إنها مسافة قصيرة. ولهذا أشار النبي إلى المشرق، قال من قبل المشرق سيخرج، من قبل المشرق سيخرج، من قبل المشرق سيخرج. فإذا خرج الدجال قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك. إما الدجال أو طلوع الشمس من المغرب أو الدابة، إذا خرج واحد من الثلاثة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. اللي مو مجهز نفسه من قبل، اللي لم يتب من قبل، الذي ما استعد بالإيمان وتسلح من قبل، لن ينتفع إذا خرج الدجال. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فتنته عظيمة، من أعظم فتنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. يأتي إلى القوم، شوف الفتنة، يأتي إلى القوم فيأمرهم بعبادته، يقول أنا ربكم أنا إلهكم، فيؤمنون به من جهلهم ومن قلة إيمانهم وقلة توحيدهم لله. يؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويأتيهم الخير، فينتشر الخبر بين الناس، القرية فلانية آمنت به فأعطاهم الله الخير. شوف الفتنة، في ناس تؤمن هكذا. نعم، ألا ترى بعض الجهل من المؤمنين اليوم يقارن الحق بالباطل بالبلاد؟ لو كنا على حق ما صار فينا هذا. شوف الآن دول أوروبا، شوف الخير اللي فيهم، أكيد أنهم على حق. شوف الجهل، هؤلاء أتباع الدجال، هؤلاء إذا خرج الدجال أول ناس معه. الذين يقولون أن حكم الله لا يصلح في الأرض اليوم، هذا أتباع الدجال، هذا الأول جنوده، لأنهم لا يؤمنون بالدين أصلا. ولهذا إذا خرج الدجال معه يدورون القوة والنعيم والخيرات، ما يدورون شيء ثاني. فتنة، معه جنة ونار. فتنة الثانية، يا الله، معه جنة ومعه نار، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ إذا دخلت جنته دخلت نار الله، وإذا دخلت النار دخلت جنة الله. من يطيق ومن يتحمل؟ القضية خطيرة يا عباد الله. ترى نار تلظى، ترى حرها، تشعر بحرها، وترى دخانها وسمومها، هل تستطيع الدخول؟ لن يستطيع أحد إلا من كان صاحب يقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا أدركن أحد
إذا واحد فيكم شاف الدجال ولقيه وشاف النار وشاف الجنة شو يسوي؟ قال فإذا أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا، يروح النار على طول التوجه للنار. قال وليغمض عينيه، سكر عينك، لن تطيق، لن تتحمل، أغلق عينك. قال وليغمض وليطأطأ رأسه، نزل رأسك في النار. يا الله، من يثبت في ذلك الزمان؟ من يصبر في ذلك الموقف؟ قال وليطأطأ رأسه، ثم قال وليشرب فإنه ماء بارد زلال. الله أكبر. أحسب الناس، اثبت، تظن الدين سهل؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تظن أن الله يتركنا هكذا بغير فتنة؟ أعظم فتنة الدجال. يا عباد الله اثبتوا. إن الرجل يذهب إلى أهله في ذلك الزمان فيربط امرأته في سارية المنزل، يقيدها، يكلبشها، يقفل عليها، سكر عليها الباب. ليش؟ مما يرى من فتنة الناس، مما يرى أن الناس تتبع الدجال، يخاف على أهله فيقيدهم. يا الله، وماذا يصنع الناس في ذلك الزمان؟ يأتي الرجل ويقابله الدجال فيقول له أتؤمن بي؟ فيقول له لا، أنت الدجال، لن أؤمن بك. فيقول له ما رأيك لو أخرجت لك أمك الميتة وأبوك الميت؟ تخيل يا عبد الله، واحد أمه ميتة صار لها 20 سنة، وواحد من الناس أبوه ميت صار له 30 سنة، ويقول له الدجال ما رأيك لو أخرجت لك أمك وأباك؟ أتؤمن بي؟ منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فيقول له افعل. فيذهب إلى قبر أمه فيقول هذه أمك هنا؟ يقول له نعم. فيأمر الدجال القبر فينشق القبر وتخرج أمه حية. فتنة أنت ما تشعر بها الآن، ما تتصورها. صاحب علم، صاحب دين، لكن صاحب ضعف الدين شو يسوي؟ الغريب أن أمه وأباه يخرجان، فتخيل يعانق أمه ويعانق أباه، ثم تقول له أمه ويقول له أبوه يا بني اتبع هذا فإنه ربك. يا الله، أمه تقول هذا وأبوه يقول هذا، يا بني اتبع هذا فإنه ربك. طبعا ليست أمه وليس أبوه، شيطان يتمثل بصورة أمه وشيطان يتمثل بصورة أبيه، لكنه لجهله ما يدري. يمكن ما يؤمن حتى بالجن والشياطين، يمكن جاهل ما يفهم، يمكن ما قرأ هذه الأحاديث، فإذا به يتبعه أكيد. أمه تقول له هذا ربك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يجوب الأرض كلها، يصل إلى المدينة المنورة، هو اللي ذابح المدينة، اللي قهر المدينة. يقول النبي قال أسمعتم بيوم الخلاص؟ وما أدراكم بيوم الخلاص؟ قالوا ما يوم الخلاص يا رسول الله؟ شنو يوم الخلاص هذا؟ فأخبرهم بالخبر. قال ترجف المدينة 3 رجفات في ذلك اليوم، يوم الخلاص، ترجف المدينة 3 رجفات، مو واحدة ولا 2، 3 زلازل، فيخرج منها كل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسقة، ولا يبقى فيها إلا المؤمنون. تخلص المدينة إلا من المؤمنين. فيأتي الدجال ومعه أتباعه، أغلبهم يهود، يتبعونه إلى المدينة، يبون يصلون المدينة. فيصعد على جبل أحد، فيرقى جبل أحد، فينظر إلى المدينة فيرى ماذا؟ يرى المسجد النبوي. قبل 20 سنة
المسجد النبوي ما حد يشوفه، كان صغير قبل التوسعة، ما حد يشوفه من برا. وقبل 20 سنة كان لونه بني. اليوم قبل 10 سنوات أو أقل من 20 سنة اليوم صار لونه أبيض. هذا واحد تغير لونه في السنوات الأخيرة، صار أبيض، صورة من بعيد يطلع أبيض ومصور بالفضائيات. صار كبير بحيث يرى الآن من الجبل أحد، قبل ما يرى الحين يرى. ومن دخل المسجد النبوي، هل تستطيع أن تصفه؟ أليس هو قصر من القصور اليوم؟ أعظم حتى من القصور. انظر إلى الدجال ماذا يقول. إذا ركب على جبل أحد يرى المسجد النبوي من بعيد، أول واحد. 2، يقول للناس هذا القصر الأبيض. قرون مضت ما كان هذا لونه، الآن صار هذا لونه. قال هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد. فيريد أن يدخل فتستقبله الملائكة، وكلما أراد الدخول استقبلته الملائكة. فيخرج له شاب جريء، شاب شجاع من أهل العلم والدين والتوحيد، يخرج إليه فيستقبله اليهود والخونة والمجرمون يستقبلونه، فيقولون له هل آمنت ولا لا بهذا الرجل؟ قال لا ما آمنت. فيريدون قتله، فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه، يريده. فيذهبون به إلى المسيح، فيقول له المسيح الدجال، يقول هل تؤمن به؟ فيخاطب الناس يقول لهم أيها الناس إنه الدجال وقد حذرنا النبي منه. فيربط على الأرض، يربط على الأرض فيضرب ويضرب ويضرب، ويقول له الدجال هل آمنت؟ يقول لا أنت الدجال الذي حذرنا النبي منك. يا عباد الله فاثبتوا، شوف الثبات. فيأمر الدجال به فينشر نصفين وهو حي، يقطع نصفين وهو حي. فيمشي الدجال بينه والناس تنظر، طبعا يشجعون الآن يهود ويصفقون ومستانسين الآن. ثم يأمره فيلتحم مرة ثانية ويقوم، فيقول له هل آمنت الآن؟ يقول لا والله ما ازددت إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا النبي منك. سامع الحديث، حافظ الحديث هذا الرجل. فيريد قتله مرة ثانية فلا يستطيع، يجعل بين عنقه مثل النحاس لا يستطيع عليه. فيقول له ادخل إلى النار، ادخل إلى النار. فيدخل إلى النار فإذا هي جنة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وإذا بالدجال يجوب الأرض. يا أخوان إيش نسوي؟ ماذا نفعل؟ ماذا نصنع إذا كنا في زمن الدجال؟ يقول النبي لأصحابه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يتكفل بنفسه. وإذا به إذا استقبلك الدجال ورأيته أول ما تفعل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تقرأ؟ سورة الكهف. الحمد لله. أول شيء تحمد الله، مو هذا الرب الخبيث الذي يزعم أنه رب. احمد الله عز وجل أنه علمك من هو، وأن عرفك بهذا الدجال الأعور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. إذا بك تقرأ الكهف وتتدبر ولن يستطيع عليك. طيب هل أنا أواجه الدجال؟ لا تواجه الدجال، لا تذهب إليه. بعض الناس يقول أنا بطل وأنا شجاع وأنا عندي أحاديث، سوف يلبس عليك. بعض ضعاف الإيمان يذهب إليه فيشتبه عليه الأمر، أو يخاف فيدخل الجنة وإذا بها النار. ماذا أفعل؟ أهرب. جاء الكويت روح السعودية، دخل السعودية روح الشام، راح الشام ادخل العراق، أي مكان أهرب. إذا واجهته فاقرأ عليه سورة الكهف. من الآن استعد بالإيمان بالعلم بالتوحيد. من الآن في صلاتك لا تختمها إلا وأنت تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يهرب الرجل ويجمع اليهود إلى أين؟ بعد 40 يوم، أول يوم كسنة، ثم يوم كشهر،
ثم يوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. ترى كل مدة مكتس 40 يوم بس في الأرض. آخر أيام وين يروح؟ فلسطين، أرض الملاحم، أرض الصراع الأزلي والأبدي. فلسطين لابد أن يبقى فيها طائفة من أهل الإيمان، طائفة على الحق ظاهرين، لابد أن تبقى كما وعد الله، تبقى عند البيت المقدس، يقاتلون من دونه ويذودون عن حياضه. لابد أن تبقى، لأن الملاحم ستكون في آخر الزمان عندها. فيذهب الدجال ومعه اليهود يتحصنون في بيت المقدس. ليش اليوم حريصين على هذه الأرض؟ ينتظرون يوم الميعاد عندهم، يوم ينزل فيه المخلص كما يزعمون، المسيح الدجال. فيذهب إليهم ويجمعهم في بيت المقدس. المسجد ما يدخله، حرم عليه المسجد أن يدخله. وينزل في ذلك الزمان مخلص أهل الإيمان، من؟ عيسى بن مريم. والمسلمون متجمعون في دمشق عند المنارة الشرقية، قيل هو المسجد الأموي الآن الموجود، يتجمعون لصلاة الفجر، إذ نزل عيسى بن مريم على جناحي ملك. فيقول الناس: أيها الناس، جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. عيسى بن مريم نزل، ينزل على صلاة الفجر والناس تصلي الفجر، يبي يتقدم. المهدي الآن موجود، يتراجع المهدي علشان عيسى يتقدم، فلا يرضى عيسى من تواضعه ويأمر المهدي أن يتقدم. فإذا صلى المهدي قام عيسى بن مريم وحمل اللواء، وسارت جيوش الله، وسارت ليوث الله، وسار أهل الجهاد، أهل الإيمان، صفوة الله من خلقه. سار أهل التوحيد يقاتلون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. سار الذين استعدوا لهذا الموقف، سار أهل الإيمان الذين تحصنوا لذلك اليوم واستعدوا له وتجهزوا له. فيسيرون مع من؟ مع عيسى بن مريم، والدجال ينتظرهم. فيتلاقى الصفان، فإذا رآه عيسى بن مريم رأى الدجال، بدأ الدجال بالذوبان، يذوب مثل الملح في الماء، يذوب لكنه لا يموت. فيأتيه عيسى بن مريم فيضربه بالرمح ضربة، يقول: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، لن تفوتني. فيضربه ضربة ويسيل دمه، فيكبر المؤمنون: الله أكبر، الله أكبر، قتل الدجال، الله أكبر، الله أكبر. زالت أعظم فتنة في الأرض. في ذلك اليوم ينطق الحجر وينطق الشجر ويتكلم الجماد ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، فتكون مقبرتهم في فلسطين بإذن الله جل وعلا. هل حان هذا اليوم؟ هل اقتربت هذه اللحظات؟ هل أزفت الساعة؟ نعم وربي، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. هل سنرى الدجال؟ العلم عند الله وحده، لكننا نوشك أن نراه، وزمننا يوشك أن يكون هو. فإذا خرج الدجال بدأت علامات الساعة الكبرى كلها بالخروج. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من فتنته. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.